السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود أحمد، سلسلة الدروس الخاصة بلغة برمجة بايثون 3. الدرس اللي فات اتكلمنا على الانبوت اوتبوت فايلز، ازاي ان انت تبدأ تاخد انبوت من اليوزر، وازاي انت تقدر تطلع اوتبوت على الشاشة. تعال نفتح ملف كده نوت باد، هنتكلم النهارده ان شاء الله ازاي ان انت توصل لفايل موجود عندك، وازاي ان انت تقدر تتعامل معاه. نوت باد تمام. هتكلم النهارده عن ازاي انت تفتح فايل. علشان تفتح فايل عندي بنستخدم ميثود اسمها اوبن. الميثود دي بتمكنك، او الداله دي بتمكنك ان انت تقدر تفتح فايل. ولكن تعال نشوف ازاي بنفتح فايل. نفتح البرنامج بتاع البايثون، نفتح فايل جديد. تمام كده. هنعمل متغير اسمه اف، هنحط الاوبن دي بتاخد منك 2 بارامتر او 3 بارامتر. هقول لك ايه الاثنين وايه الثلاثه. اول حاجه بتاخد منك اسم الفايل. تعال اقول لك الاول ان انا كريت فايل هنا على الديسكتوب اسمه ويلكم، ولو انت فتحته هتلاقيني كاتب في الكلمتين دول: ماي نيم از محمود، ام ا بايثون ديفلوبر، ام ستودنت ات مانس يونيفرسيتي. وات ايفر بقى اللي انت هتكتبه الفايل بتاعك، هتكتب هنا اسم الفايل ويلكم دوت تي اكس تي، خلاص، عشان يبدا يقرا من الفايل ده. تاني بارامتر بتاعك، انت عاوز تعمل ايه على الفايل، عاوز تقراه، عاوز تكتب فيه، عاوز تضيف فيه حاجه جديده. ودي الاوبشنز اللي انا هعطيها لك هنا. عندي اكتر من اوبشن. لو انا استخدمت الار، فدي معناها ان انا عاوز اقرا بس اللي موجود في الفايل. تمام. لو انا استخدمت الار بلس، معناها ان انا عاوز اقرا في الفايل واكتب فيه، يعني اقرا واكتب. لو انا استخدمت الدبليو، معناها ان انا عاوز اكتب بس في الملف ده. ولو انا استخدمت الايه، ده معناه ان انا عاوز ابند، عاوز اضيف حاجه موجوده في الملف اللي عندي. تعالى كده نكبر الخط. يبقى تاني، لو انا استخدمت الار، معناه ان انا عاوز اقرا بس من ملف. لو استخدمت الار بلس، يبقى انا عاوز اقرا من ملف وعاوز كمان اكتب فيه. لو استخدمت الدبليو، معناه ان انا عاوز اقرا من ملف، قصدي اكتب في ملف. ولو استخدمت الايه، معناه ان انا عاوز اضيف في ملف. تمام. تعالى كده نقرا من الفايل ونحط هنا ار. طب انت مش بتقول في بارامتر تالت؟ في بارامتر تالت. لو انت عاوز تحط اليونيكود بتاعك، تحدد اليونيكود، ولكن هو الديفولت بتاعه يو تي اف داش 8. تمام. هو كده هيقرا. تعالى نسيف الملف ده على الديسكتوب جنب الفايل بتاع الويلكم، ونحط هنا ايه، نسميه مثلا ريد. هو دلوقتي هيروح على الفايل، يعمل له اوبن ويقرا كل اللي موجود جواه. لكن انت بقى عاوزه يطبع اللي موجود جواه، تقوم تعمل مثلا برنت الاف دوت ريد. الميثود دي كل الفكره ان هي تقرا كل الملف اللي جواه بعد ما انت فتحته. تعال نعمل كده ران. شايف ده اللي موجود في الفايل بالظبط، نفس الكلام اهو، هو نفس الكلام، قرأ كل السطور. تمام، كويس جدا. طيب مفيش غير ريد دي؟ لا، في حاجات غير ريد. في ايه؟ في ريد لاين. ريد لاين بتمكنك انك تقرأ سطر واحد. تعالى كده نعمل ران. شايف ماي نيم از محمود، جاب اول سطر بس موجود في التكست. طب في ايه تاني موجود في ريد لاينز؟ هتقرأ كل السطور، يعني هتجيب لي كل اللي موجود في الفايل. بس شايف جيب ازاي؟ ماي نيم از سلاش ان، يعني سطر. اي ام ا بايثون ديفلوبر سلاش ان، ام ا ستودنت ات مانس يونيفرسيتي سلاش ان، كل حاجه سلاش ان عشان في سطر. يبقى انا دلوقتي ده اسم الفايل بتاعي اللي هو ويلكم دوت تكست، وهنا الار معناه ان انا بقرا اللي موجود في ملف. تمام. هنتعامل النهارده مع الار بس. طيب دلوقتي انا عاوز اقرا اللي موجود في الملف ده كلمه كلمه، مش عاوز اقراه بالطريقه دي. علشان تقرا اللي موجود في الملف ده كلمه كلمه وتتعامل مع كل كلمه جواه، هتستخدم اللوب. تعال نشوفها ازاي نعمل. هنعمل فور لوب، فور لكل لاين، يعني لكل سطر موجود فين، موجود في الاف، يعني موجود في الملف بتاعي. يبقى انت تروح تفوت على كل سطر. يعني انا دلوقتي اللوب ده هيروح على كل سطر، هيروح على السطر الاولاني ده ماي نيم از محمود، بعد كده يروح على السطر الثاني ام ا بايثون ديفلوبر، ويروح على السطر الثالث ام ا ستودنت ات مانس يونيفرسيتي.
طب اللوب التاني ايه الفايده منه؟ اللوب التاني اللي اما انا ادخل على السطر اقسم بقى ده الكلمات، اروح على كل كلمه لوحدها. تمام. فور وورد ان لاين دوت سبليت. السبليت دي علشان يبدا يقسم الكلمات باستخدام المسافه، عشان كده السبليت فاضي يعني مفيش بتاخد حاجه يعني المسافه. تمام. بعد كده نحط نقطتين وننزل، هنعمل برنت للوورد الكلمه بتاعتي. تعال نسيف، تعال نعمل رن، وبعد كده نشرح الكود تاني. شايف؟ My name is Mahmoud. I'm a Python developer. I'm a student at Mans University. تعال نراجع تاني كده. عملت ايه؟ عملت لوب بيفوت على كل سطر موجود في الفايل بتاعي اللي هو ده. بيفوت على كل كلمة في السطر، على كل سطر من دول. عملت اللوب التاني ده بيفوت على كل كلمة موجودة في السطر، وبيستخدم السبليت عشان يقسمهم ويروح على كل كلمة. وبعد كده طبعت كل كلمة. تمام؟ طيب انا عاوز لما اجي عند كلمة معينة بعد كده ما اكملش، اقف. بسيطة جدا. تعالى هنا بعد كده اعمل كونديشن، اعمل شرط اف، وخد بالك شوف الاندنتيشن فين، الشرط ده موجود جوه اللوب علشان كل كلمة يروح يتشيك على الكلمة دي هي اللي انا عاوزها ولا لا. فبقول له اف الوورد لو الكلمة بتاعتي ساوت مثلا مانس، ساوت المنصورة، هتعمل ايه؟ طبع لي مثلا مانس. اقول لك تعال اعمل بريك، يعني اخرج من الكود ما تنفذوش، ما تكملش تنفيذ. تعالى كده لو عملت رن شوف اللي هيحصل. تعالى الاول نقفل ده، مش ده، ايوه تعالى نقفل ده. تعالى بقى نعمل رن. شايف ايه اللي حصل؟ طبعا my name is محمود I'm a Python developer I'm a student at Mans. جه بعد المنصورة، المفروض يكمل يونيفرسيتي، ما جابهاش. ليه؟ لأن أنا قلت له بعد دي بريك أخرج من البرنامج، فاللوب خلص. تمام؟ فأنا دلوقتي اتعلمت إزاي بقدر إن أنا أقرأ ملف، أقرأ كل السطور اللي فيه، أو أقرأ سطر واحد، أو أقرأ كلمة كلمة، أو أجي عند كلمة معينة وأقف. تمام؟ طيب افرض دلوقتي ان انا الفايل بتاع ده مش موجود على الديسكتوب، موجود في مكان تاني. تعالى افتح لك الفولدر ده اللي فيه الايكونز بتاع الديسكتوب بتاعي اللي هو ده. انا عامل فايل هنا اسمه ويلكم، نفس الفايل بالظبط، لو فتحته هتلاقي فيه نفس التكست. تمام. عاوز انا بقى اضيف المسار بتاعه عندي هنا عشان افتحه. اول حاجه هتروح على الفايل بتاعك، كليك يمين بروبرتيز، وتجيب هنا المسار بتاعه. لاحظ حاجه، انا عامل فولدر على الديسكتوب اسمه ديسكتوب كمان، عشان هنا هتلاقي كلمه ديسكتوب ووراها كلمه ديسكتوب. تمام. هتاخد ده كوبي، بعد كده هتروح في البرنامج بتاعك هنا، وتيجي هنا تضيف المسار ده، تحط سلاش كده. تمام. يبقى انا دلوقتي حطيت المسار بتاع الملف بتاعي بالظبط. تعالى كده نعمل رن ونشوف اللي هيحصل. اوبس، مشكله، بيقول لك يونيكود ايرور. طب ايه الحل؟ شايف المشكله واقفه عند اول القوس، المشكله هنا في السلاش، سلاش الكتيره دي. علشان تحلها لازم تيجي هنا وتحط حرف الار. المشكله دي موجوده في الويندوز بس. تعالى كده اعمل رن، كل حاجه اتنفذت زي ما هي. يبقى انت عشان هنا، عشان المسار بتحط ار، حرف الار قبل المسار. وخد بالك في حاجه، الار بره السنجل كوت، يعني شايف السنجل كوت بدايته اهي والسنجل كوت نهايته اهي، والار دي ملهاش دعوه، بعيده خالص. اول ما تفتح القوس تقوم حاطط الار، بعد كده تحط الكود بتاعك وتحط جواه المسار بتاعك. تمام. يبقى انا النهارده اتعلمت ازاي اقرا من ملف باستخدام الار، ازاي اقرا كلمه واحده، ازاي اقرا سطر واحد، ازاي اقرا كل السطور، وازاي اقرا كل الكلمات كلمه كلمه، وازاي اجي عند كلمه معينه اقف، وازاي اقدر اتحكم في المسار بتاعي. الدرس الجاي ان شاء الله هنشوف ازاي انت تقدر تكريت فايل وتكتب انت في قلب الفايل بتاعك. اظن ان شاء الله في الدرس الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.